اللي كان معناتها ما خديتش استقلاليتي راني مت، معناها ما كانش عندي حل آخر، يا نقتل روحي يا ناخذ حريتي واستقلاليتي نحس اللي الاستقلالية ولا الشوا متاع الاستقلالية حتى معايا إني نكون ياسر prudente اللي ساعة au détriment إني أنا جو بروفيت من حاجات. أنا بالنسبة لي كان لازمني يكون جيدة جدًا من الحاجة اللي نعملها، باش أنا حتى اللي هاب باش يقول لي راك عملت حاجة غلطة نسكتو ديما بهيك جيدة جدًا. القلعة اللي فيها ملك والحاشية متاعو والحاشية هذه ومشاكلها مع الحاشية الأخرى، أنا الشيء هذايا ما نحبش ندخل فيه، معناتها أنا نحب جست نمارس فني بحرية ونحب نتعلم. وعلاش زادا النساء يخدموا في القطاع الغير الرسمي؟ على خاطر سي بلو فليكسيبل، على خاطر هما عندهم مهام أخرى يعملوا فيها. وهي الدراسات الكل في تونس موجودة برشا دراسات، وحتى تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة عاود أثار الموضوع وبحثنا واحد الكل. هي فكرة sans ressources يعني من غير الموارد ديجا يمكن الحديث عن استقلالية حقانية. اسمع سعادة الباشا، أنا حرة بلا قيد كيف ما كان، ناسي أصحابي أساتذتي زملائي معارفي على ريحة الريحة، ما عندك حتى دخل، لا راي صالح لا نقد فالح. واضح؟ واضح.